لا يلزم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بحيث لا تلتفت إلا إذا قلتها. كيف كان يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته؟ وفيه صفة للتشهد الأخير لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل نبدأ، إذا استفدت لا تنسى المتابعة ومشاركة المقطع، فالدال على الخير كفاعله. وبسم الله نبدأ. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مقعدته على الأرض، ثم رجل اليسرى منصوبة تحت المقعدة، لا أجلس عليها، ورجل اليمنى منصوبة. وإن جلست هكذا بحيث الرجل اليسرى بين الفخذ والساق واليمنى خارجة للجنب لا بأس به، لكن بشرط أن لا أؤذي من بجانبي إلا أن كنت منفردا أو إماما. الآن نقرأ التشهد الأخير كما قرأه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحل النظر إلى أصبع التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم نكمل بالصلاة الإبراهيمية، وهناك صيغ أخرى وأشهرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأرجع أقول لكم هنالك صيغ أخرى للصلاة الإبراهيمية. الصحيح الحركة مع اللفظ هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده، يلتفت التفاتة كاملة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان المقطع الثامن من سلسلة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنسى مشاركة المقطع والمتابعة عشان تستفيد وتعرف كيف كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يكون عندك أخطاء وانت ما تدري.